لا انا عايز اعمل كارير شيفت من الهندسه. في بقى مجالات كتير، يعني في مجالات كتير قوي متاحه في السوق، اشمعنى الانيميشن اللي انت اخترته؟ انا زي ما بقول لك، انا السنه بتاعه 2016 دي ساعتها فكرت في الموضوع اصلا، وفكرت ان انا قلت افتح مثلا مكتب دعايه واعلان. 2016 دلوقتي، يعني في 2016 انا رجعت بالزمن كام سنه تاني. 2016 دي اللي هي النازله الاولى قبل النزله السفر الاولى التاني. بالظبط، اللي انا قعدت سنه الحمد لله ما خدتش خطوه ساعتها، لان انا اكتشفت ان انا ما كنتش جاهز قوي يعني بعد ما بدات اخش في المجال تاني من ناحيه تانية يعني. ففكرت ان انا ده اقرب حاجه ليا. اصلا انت مش حابب مجالك، فلما بتيجي تبص بتفكر في ايه؟ طب انا ايه المهارات التانية اللي عندي؟ امم. فدي كانت شايف دي مهارة عندي. كان ساعتها برضو 2016 ده كان مجال الجرافيك زي المعروف، فالناس بتتكلم فيه، الناس بتتكلم فيه ان ممكن تجيب منه شغل. فده اللي انا فكرت فيه ساعتها. في سنة 2019 كان في كورس القناة اسمها اسلوب، ممكن الناس تكون عارفاها. اسلوب قناة يعني فيها اكتر من مليون متابع اظن دلوقتي. امم. بس هم كانوا بيعملوا محتوى توعوي ومحتوى تعليمي بستايل كرتون الانيميشن يعني. فكنت بتابعهم، ناس كويسين بيقدموا محتوى كويس جدا. فمره واحده اعلنوا عن كورس برنامج اسمه كرتون انيميتور، وقالوا احنا بنعمل شغل بيه، بنكسب فلوس، ممكن نعمل فيديو برقم كذا كذا. ففكرت الله ده حاجه حلوه، حاجه كويسه بتاع. اشتركت الكورس، اشتريت البرنامج، بدات اشتغل، حسيت الموضوع لطيف. فتقدر تقول هي تدبير ربنا يعني.